السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشيني كتير 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 والله. انا ندى احمد. لو اول مرة تشوفوني ما تنسونوش في لايك وشير للفيديو ده، فضلا منكم وليس امر. النهاردة الفيديو هيكون خفيف جدا ولطيف على قلوبكم، وكمان مش طويل. هيكون آه يعني جولة بسيطة كده، وكمان في نص اليوم اكلنا كده سناكس بسيطة. هي مش سناكس بسيطة قوي، بس ايه، في نص اليوم كده على الماشي. اولا ده الذرة بتاعنا زي ما انتوا شايفين، وده جولة في الاراضي الزراعية يا حبيب قلبي اللي متابعيني سواء على التيك توك او على الفيسبوك او على اليوتيوب. قناتي على الفيسبوك اسمها يوميات ندى احمد، ادخلوا اعملوا لي فيها اشتراك، وكمان على اليوتيوب اسمها يوميات ندى احمد. كل اللي بيحبني هيروح دلوقتي يعمل لي اشتراك هناك. وده الرز هنا يا حبايب قلبي، اللي متابعنا على اليوتيوب عارف ايه اللي حصل بالظبط وايه اخر التحديثات اللي احنا عملناها هنا في الرز، وايه اللي كان حصل. اضطرينا ان هو يحصل معاه كده. كمان تعالوا نشوف الذرة بتاعنا احنا القصد منه ان الصغير اللي عاوز لسه رعاية، لكن التاني اللي انا وريتهولكم من شوية فهو خلاص كبر، يعني ايه، ما عادش قوي. انما ده صغير لسه محتاج رعاية اكتر، محتاج دواء، محتاج يتمشى فيه، محتاج حاجات كتير جدا. وطبعا هنا زي ما انتم شايفين انا معايا الايسل وريان. بتمنى فيديوهاتي تعجبكم، وبتمنى دايما ان انا اكون عند حسن ظنكم. شايفين الجمال والحلاوة وجمال الطبيعة، طبعا مش قادرة اوصف لكم يعني. مش عاوزة اقول لكم غير ربنا يعين كل واحد على حاله، ويقدر كل واحد على اللي هو فيه، لأن كل واحد أيا كان مجاله، مجاله في البيزنس، مجاله في الزراعة، مجاله في الصناعة، مجاله في أي حاجة. كل واحد بيتعب في مجاله، يعني هو كل واحد بيتعب في مجاله. بحبهم جدا في الله. مش طالبة منكم غير انكم تدعموني وتشجعوني عشان نوصل لأهدافنا. طبعا نطور من فيديوهاتنا، نكبرها، نوسعها. فيديوهات كتير مختلفة ومتنوعة جدا في قناتي على اليوتيوب، تقدروا تدخلوا تشوفوها. اسم القناة يوميات ندى أحمد، مجمعة بين كل حاجة، بين البيت وبين الأرياف عموما، ايه اللي بيحصل فيها، والأرض عموما. حاجات كتير جدا، ادخلوا دلوقتي شوفوها، هتستفادوا جدا منها. وكمان في فيديوهات كتير هتستمتعوا بيها. بتمنى ان هي تعجبكم يعني. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، الفيديو جميل جدا وشيق، كمان هتستمتعوا بيه بالنسبة لناس كتير مش عايشة في جو الأراضي والكلام ده. وكمان الأطفال بتدي نكهة كده للفيديو، بتدي حاجة جميلة ليه، بتدي طاقة في الفيديو يعني. زي ما انتم شايفين البراءة والجمال. طبعا هنا في اللحظة دي انتوا لازم تحطوا اللايك. ارسل هنا بتقول لكم حطوا اللايك، وكمان بتعلم ريان ان هو يحط اللايك، فانتوا لازم تحطوه في اللحظة دي. تعالوا بقى كده نفرش، وايا كان الفرش اللي معانا لان هو ارضية تراب يعني، ونشوف هنعمل ايه وكده. وايه هو يا ترى السناكس البسيط اللي انا بقولكوا عليه، ومش هيكون سناكس خالص لبعض الناس، ده هتكون مفاجأة دلوقتي. اول حاجة كده هنحط السبرايت، لان احنا محتاجين حاجة كده تعدي الاكل اللي احنا هناكله دلوقتي ده. وتاني حاجة هنجيب الكوباية زي ما انتوا شايفين، والمية والعيش. واخر حاجة بقى هي سمك الرنجة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا هسخن دلوقتي، بسخن حطب هنا وهحطه عليه في طاسة صغيرة كده وهنعمل. تعالوا بس نشوف. هنحط السبرايت في الكوباية. سمعتوا انتوا الحركة دي؟ فتحة الغطا دي اهم حاجة عندي اهم من الشرب. بس كده خلاص، انتظروني في فيديو جديد.